الحلقة دي عبارة عن اكتشافات، لايك وشير يا نينجا ويلا بينا نكتشفها سوا. تانجيرو هيعمل سلة علشان يقدر ياخد أخته معاه طول الطريق، وفي طريقه للمعلم اللي هيعلمه ازاي يبقى صياد شياطين هيشم ريحة دم جاية من المعبد. البطل بتاعنا عنده حاسة شم قوية جدا. بيدخلوا المعبد وبيلاقوا شيطان بياكل في البني آدمين. تانجيرو بيدخل في صراع مع الشيطان، وطبعا الشيطان أقوى منه بكتير. ثانية واحدة، هو أنت واقفة بتعملي إيه؟ أخوكي بيتضرب بره. فجأة أخته بتتحرك، بتضرب الشيطان ضربة قوية بتفصل راسه عن جسمه. وهنا تانجيرو بيكتشف إن الشيطان ممكن الراس تنفصل عن الجسم ويفضل عايش عادي. تانجيرو قدر يعلق الشيطان على الشجرة وراح علشان ينقذ أخته. رجع تاني ومعاه السكينة علشان يقتل الشيطان. وهنا ظهر الرجل المقنع بيقوله هو انت غلبان مفكر ان السكينة دي هتقدر تقتله؟ تانجيرو وقف متردد مش عارف يعمل ايه لحد ما الشمس ظهرت وحرقت الشيطان قدامه. وهنا اكتشف ان الشمس بتقدر تحرق الشياطين. ده المعلم اللي كان جاي له اصلا تانجيرو، وهيحطه تحت الاختبار علشان يشوف هيقدر يدربه ولا لا. ومن هنا هتبدأ الرحلة. لو عجبك الملخص محتاج دعمك علشان أكمل.